ده انت اخترتي اسوأ موبايل. ده انت اخترتي اسوأ موبايل. لا لا مش مشكلة مش مشكلة عشان بس نتكلم. مساء الخير، ازيكم اخباركم ايه كده؟ عايزه بس اي حد موجود على اللايف كده يقول لي اخبار الصوت ايه. الصوت تمام كده ولا ايه الدنيا؟ طيب تمام. الصوت يا شباب، الصوت تمام؟ في الصوت لسه ما جاش. ايه الصوت؟ طيب الناس اللي موجوده طيب تقول لي ايه الصوت. يوسف وشوف كده مفيش صوت يعني؟ لا والله هو الصوت والصوره تمام يا عم. لسه ما جاش. طيب تمام. اصل انا عايزه اقول لكم الاول مساء الخير. عايزه اقول لكم ان احنا قعدنا نلف كافيهات اسكندريه كلها، زحمه جامده جدا. يعني انا ما خدتش بالي اصلا ان النهارده في ماتش الاهلي. طب النهارده في ماتش الاهلي، فزحمه رهيبه والصوت جامد جدا جدا. فقعدت الف بقى لغايه ما لقيت مكان هادي في الشاطئ عشان نقعد. ازيكم اخباركم ايه؟ الناس اللي مش عارفاني او النهارده اول مره بتشوفني، اسمي دينا حافظ، اسكندريه، وشغاله في مجال الماركتنج بقالي دلوقتي 10 سنين. احسن تمام. شغاله في مجال الماركتنج بقالي 10 سنين. النهارده طبعا احنا مع بعض علشان هنتكلم شويه عن كيان. اكيد مش هعرف اجاوب كل الاسئله اللي عندكم، بس على الاقل هنجاوب جزء كبير منها، والباقي بقى ان شاء الله احنا ممكن نبقى نعمل مكالمه فيه مع بعض. المفروض رقم واحد ان احنا النهارده اي حد على اللايف ده المفروض ان هو اصلا شايف فيديو قبلها، فيديو شرح وعارف اصلا يعني ايه كيان وعنده فكره عنها. بس انا هقول كده تعريف سريع علشان لو في حد ما شافش اللايف وما شافش فيديو قبل كده وبيشوف اللايف دلوقتي فجاه يبقى عنده فكره شويه عن المشروع. تمام. طيب ايه اصلا شركه كيان؟ شركه كيان هي عباره عن شركه مصريه لها سجل تجاري، لها بطاقه ضريبيه، لها مقر، لها حسابات بنكيه باسم الشركه. يعني الحساب البنكي باسم شركه كيان، تروح تدفع في البنك بتدفع باسم شركه كيان. طيب كيان بقى نفسها هي عباره عن ايه؟ تمام. كيان نفسها هي عباره عن مجموعه شركات. مجموعه شركات هقول لكم اعرفكم بيها دلوقتي. رقم واحد احنا عندنا كيان قطن. كيان قطن دي هي مسؤوله عن الملابس، ملابس حريمي، ملابس رجالي، ملابس اطفال، واحنا اللي بنصنع المنتجات بتاعتنا. يعني المنتجات بتاعتنا هي صناعتنا. تمام. بعد كده عندنا كيان ميديا. كيان ميديا هي دي المسؤوله عن الاعلانات المموله. اي حد عايز يعمل موقع، ومش شرط كيان بس، يعني اللي عايز يعمل موقع مش يعني مش شرط انها بتعمل لكيان بس، لا عادي ينفع اي حد يجي من بره كيان اصلا خالص هو عايز يعمل موقع فتعمل له موقع عادي. تمام. طيب بعد كده عندنا كيان ميديكال. كيان ميديكال هي المسؤوله عن الكارت بتاع التامين الصحي. عندنا كارت تامين صحي. تمام. في تقريبا اكتر من 1500 مكان. الكارت ده بيديك خصومات من 30 ل 60%. ده صيدليات ومستشفيات، اشاعات، تحاليل. فالكارت ده طبعا بتستفيدوا بيه جدا جدا لان كلنا بنحتاج للحاجات دي. طيب عندنا بعد كده كيان ميديا هاوس. ده خلاص قلناها، اللي هي المسؤوله عن المواقع والاعلانات المموله والكلام ده. طيب بعد كده عندنا كيان هيل بيو. انا بس بعلم عشان ما بقاش نسيت حاجه. طيب عندنا كيان هيل بيو. كيان هيل بيو دي بتساعد الجمعيات الخيريه، وان شاء الله قريب هتشوفوا فيديوهات جامده جدا لكل الاماكن اللي احنا عملنا فيها حاجات. طيب بعد كده عندنا برضو كيان
عندنا كيان كاستمر سيرفيس. كيان كاستمر سيرفيس دي اللي مسؤوله بقى خدمه العملاء، اللي مسؤوله عن الدعم فني، او اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه فبيبعت لخدمه العملاء، مش يبعت لك انت ككوتش. يعني لو واحد عايز يسال عن المنتج بتاعه، عايز يسال على اي حاجه في الموقع بتاعه، الباسورد انساه او اي حاجه، فهو بيبعت للكاستمر سيرفيس وهي اللي بتجاوبه وهي اللي بتكون معاه. طيب ايه تاني؟ خلاص احنا كده عندنا كيان اكاديمي. كيان اكاديمي المسؤول عن الكورس، لان بيبقى عندنا كورسات هي اللي مسؤوله عن الكورس، وبتاخد شهاده معتمده من كريت بالكورس اللي انت اخدته. طيب لو انا بقى عايزه اشتغل مع كيان، بشتغل مع كيان ازاي؟ وازاي ممكن اعمل فلوس اصلا مع كيان؟ عشان تشتغل مع كيان الاول هقول لك على حاجه انا نسيت اقولها. عندنا حاجه مهمه جدا جدا اسمها كريت. كريت دي هي المنظمه التدريبيه المسؤوله عن تعليمك وتدريبك. كريت هي بتاخدك من مرحله الصفر وبتوصلك ان انت تبقى كوتش كبير، بتوصلك للاحترافيه بمعنى اصح. بتوصلك ان انت تكون كوتش وعندك اصلا كمان فرق تدريبيه في كل المحافظات. طيب بعد كده ازاي تقدر بقى تشتغل مع الشركه، او ازاي تقدر تعمل فلوس من الشركه؟ طبعا انت بتاخد التوكيل بتاعي او بتاخد العلامه التجاريه بتاعتي وبتبدا تشتغل باسمي. تمام. طيب علشان تبدا تاخد العلامه التجاريه بتاعتي او تبدا تشتغل باسمي، تعالى نعكسها شويه. يعني تعالوا نعكس الموضوع. خلي مثلا دلوقتي اي حد على اللايف علاء مثلا، تمام، او يوسف. خلي يوسف مثلا على اللايف. تمام، خلي يوسف على اللايف بما انه في اللايف ومعايا. خلي يعني خلي كوتش يوسف مثلا. تمام، هو دلوقتي فاتح محل ملابس. تمام كده، هو فاتح محل ملابس وانا جيت دلوقتي اخدت المحل اللي جنبيه وقلت له انا هفتح محل. المحل ده اسمه كيان. تمام، فانا جيت قلت له انا هفتح محل جنبك في المحل اللي جنبك بالظبط، وبرده هسميه كيان. تمام، وهبيع نفس اللبس اللي انت بتبيعه بالظبط، وهبيع نفس اللي هنا انا هحطه هنا. هل هو هيوافق؟ اكيد لا، مش هيوافق. ليه مش هيوافق؟ علشان المحل ده هو بتاعه ومعمول باسمه وله ليه الناس بتوعه اللي بيجوا له، او الزبائن بتاعته، او العملاء بتوعه اللي هم شغالين معاه. طيب علشان انت دلوقتي تيجي تشتغل معايا نفس الفكره بالظبط. انت جاي تاخد التوكيل بتاعي، الشركه بتاعتي اللي هي لها مقر، لها اوراق قانونيه، السجل بتاعها والبطاقه الضريبيه، ولها المكان المخصوص بتاعها اللي هو المقر بتاعها. تمام، وزي ما قلت احنا بنصنع اصلا المنتجات بتاعتنا كلها صناعتنا. تمام، فانت جاي دلوقتي بتقول لي عايز اخد التوكيل بتاعي. طيب في الوضع الطبيعي لو انا هاخد دلوقتي اعمل المحل اللي جنبي يوسف، هل يوسف هيوافق؟ اكيد لا. تمام، وانت كمان اي حد على اللايف حط نفسك في نفس الموقف، اكيد انت مش هتوافق. طيب يعني عشان دلوقتي اجي اخد التوكيل بتاع اي حاجه، اكيد اقل حاجه انا هدفعها 50,000 جنيه. ده اقل حاجه ممكن تدفعها. وكمان ال 50,000 جنيه دي ما بتبقاش مسترده، بتبقى تامين غير مسترد. تمام. طيب علشان بقى تبدا مع كيان، بتبدا مع كيان ازاي؟ بتبدا تاخد التوكيل بتاعي زي ما بقول لك، وبعدين بعد كده بيبقى في كوتش، وهو الكوتش ده بيعلمك وبيدربك وبيكون مسؤول عنك مسؤوليه كامله. بيبقى معاك على طول في اي سؤال انت بتعوزه هو بيرد عليك، هو اللي مسؤول عن تعليمك وتدريبك. عارفين زي ايه؟ زي مثلا ما بتروح الجيم وبيبقى فيه برايفت كوتش معاك، فهو اللي مسؤول عن التعليم والتدريب بتاعك. دي نفس الفكره. ليه بيبقى فيه كوتش هو مسؤول عن تعليمي وتدريبي؟ لان احنا مصلحتنا ان انت مش تدخل وتشتري باقه وبس، لا، انا مصلحتي ان انت تدخل وتتعلم وتشتغل ويبقى عندك فريق، وبدل ما انت تبيع باقه تبيع 2 و3 و10. تمام، فعلشان كده احنا كلنا مصلحتنا واحده. الشركه مصلحتها ان انت تشتغل وتتعلم وتتدرب. ليه؟ لان انت لما تبيع الشركه هتكسب وانت هتكسب وانا كمان هكسب، فاحنا كلنا مصلحتنا واحده. طب تعالوا نتكلم بقى عن بعد كده. طب لو انا صاحب المشروع، انا عايزه اقول لك ان انت كده اصلا مريح دماغك من كلام كتير جدا. ليه مريح دماغك من كلام كتير؟ رقم واحد، هي الشركه بتعمل لك المتجر الالكتروني بتاعك. تمام، فانت مريح نفسك. يعني لا هتقول بقى هعمل مقر فين، ولا هتقول مين راح ولا مين جه، ولا ايه البضاعه اللي ناقصه، ولا ايه البضاعه اللي المفروض اجيبها، ولا لو حصلت مشكله مثلا المفروض ان انا هتواصل مع مين او هتكلم مع مين. لا خالص، انت مريح نفسك من كل الكلام ده. لان بيبقى زي ما قلت لكم في ناس مسؤوله عن الشحن، في ناس مسؤوله عن خدمه العملاء، في ناس مسؤوله عن التعليم والتدريب. فانت كل ده انت مريح دماغك منه تماما. انت كل دورك وكل اللي عليك ان انت بتشتغل وبس،
ومالكش علاقه باي حاجه تاني. تمام. طيب يعني خلي دلوقتي الشركه دي بتاعتك، تعالى نتوقع ان الشركه دي بتاعتك. تمام. طب علشان تدير الشركه دي بكل اللي هي فيه، تمام، عشان تدير الشركه بكل بقى الاقسام اللي فيها. طب عشان ادير الشركه مثلا ب7 اقسام او ب6 اقسام، اقل حاجه احتاج لي مثلا 6 7 موظفين، تمام، يكونوا موجودين، يكونوا شغالين معايا في الشركه. طب لو انا دلوقتي احتجت مثلا زي ما بنتكلم مثلا 7 موظفين، طب خلي الموظف مثلا بياخد له 4000 جنيه في الشهر اللي بيشتغل معاك. طيب عشان ياخد له 4000 جنيه في الشهر ب7، يعني معنى كده ان انت بتدفع في الشهر 28000 جنيه بس مرتبات. تمام. طيب انت اصلا كده دلوقتي فمريح دماغك من ده كله. ال 28000 جنيه اللي انت بتدفعهم مرتبات اصلا اعلى من ثمن الباقه او اكتر من ثمن الباقه. طيب تعالوا بقى نتكلم في ايه، ازاي انضم للشركه او ازاي اعمل فلوس او ازاي اعمل شيكات مع الشركه. طيب هو رقم واحد طبعا احنا كلنا عارفين ان انا عشان ابدا مع الشركه بشتري باقه من الشركه. طيب ليه بشتري باقه من الشركه؟ من الباقات بتاعه الشركه عندنا باقات مختلفه بتبدا من اول 12000 جنيه ل 25000 وفي برضو 4000، بس انا ما بحبش اتكلم عنها خالص لان مكسبها قليل جدا جدا، فاحنا بنعتبرها مش موجوده. تمام. فبقى تعب على الفاضي زي ما بنقول يعني. طيب عشان ابدا لازم ايه؟ بشتري باقه. طيب الباقه دي فيها ايه؟ فيها لبس وهنتكلم عنها ايه دلوقتي. طيب اول ما بدات المجال ده انا كنت مستغربه جدا ان انا ليه بشتري باقه. فلما سالت السؤال ده اتقال لي علشان ما ينفعش انا اتكلم عن حاجه انا نفسي مش مجرباها. يعني ما ينفعش دلوقتي زي ما كنا بنضرب مثلا بكوتش يوسف، فانا اجي اقول له عشان تبدا معايا في الشركه انت هتشتري باقه من الشركه. فاول حاجه يقولها لي ايه؟ طيب انت يا كوتش اشتريتي باقه؟ هقول له لا انا ما اشتريتش. طب ما هيقول لي طب طالما انت ما جربتيش ليه عايزاني اجرب؟ تمام. يبقى اول حاجه هتتسال انت اشتريت ولا لا وجربت ولا لا. طب منتجات الشركه حلوه، طب لو انت ما جربتش مش هتعرف ترد. يبقى اول حاجه ليه بشتريه؟ علشان الاول لازم اكون انا جربت اللي انا هعرف اتكلم عليه. تمام. فلما بشتري حاجه او بجرب حاجه بتكلم عنها بقوه جدا. يعني مثلا دلوقتي لو انت جاي هنا اسكندريه وانت مش من اسكندريه، فجيت تقول لي مثلا عايز اروح مكان يكون كويس جدا او اكل اكله معينه، طب اروح فين؟ فانا هقول لك على المكان اللي انت تروح فيه او الاكله اللي انت هتروح تاكلها من عند احسن حد هنا. طب ليه؟ لان انا جربت. فمجرد ما يقول لي انت جربتي اقول له اه طبعا ده حد جامد جدا. تمام. فدي نفس الفكره. فانت بتشتري ليه؟ بشتري علشان انا اكون جربت. انا عايزه اقول لكم ان الحمد لله يعني انا في المجال ده بقالي 10 سنين الحمد لله، كسرت ال 30000 في الاسبوع وكسرت ال 40 وكسرت ال 50. تمام. طيب هل انت في الاول هتعمل المبالغ دي؟ لا خالص، لانك انت لسه جديد ومحتاج تتعلم وتتدرب وتاخد خبره. تمام. فطب هعمل ايه في الاول؟ تعرف في الاول مثلا تعمل لك 3000، تعمل لك 4000، تعمل لك 5000. طيب هل ده من اول يوم؟ لا خالص. انت الاول بتبدا تعليم وتدريب، تقعد اسبوع تتعلم وتتدرب. تمام. وبيكون زي ما احنا اتفقنا في كوتش معاك وبيعلمك وبيدربك وبيتابعك. طب بعد كده بتبدا تكتسب بقى مهارات جديده، بتعرف تتعلم ازاي اكون فريق، ازاي اتكلم مع فريق، ازاي اعرض فرصه شغلي على اصحابي ومعارفي وقرايبي، ازاي اعرض فرصه شغلي على حد على الفيسبوك اصلا لا اعرفه ولا يعرفني، لان مش احنا لوحدنا اللي عايزين نزود دخلنا، صح كده؟ يعني كل الناس محتاجه تزود دخلها، مش الناس اللي جوه كيان بس، اللي جوه كيان واللي بره كيان. احنا كام مليون يا جماعه دلوقتي؟ كام واحد دلوقتي محتاج اصلا يفتح مشروع ب 300 400 الف جنيه بس مش معاه 300 400 الف عشان يبدا. فلما يلاقي المشروع بتاعك انت مثلا ب 12 او ب 25 وفي نفس الوقت هيدخله نفس الدخل بتاع 300 و400 واكتر كمان، انت هتبقى بالنسبه له فرصه. هي دي الناس اللي انا ببقى عايزه اشتغل معاها، اللي هي دماغها شبه دماغي او اللي هي بيبقى اهدافنا واحده علشان تبقى الدنيا سهله واعرف اتعامل معاها. طيب هتقول لي يا كوتش كل الناس بتنفع في الشغل؟ هقول لك لا خالص، مش كل الناس بتنفع في الشغل. ليه مش كل الناس بتنفع في الشغل؟ يعني لو كل الناس اشتغلت كيان، مين هيبقى دكتور ومين هيبقى مهندس ومين هيبقى صيدلي؟ تمام. في ناس طبعا دماغها مختلفه تماما. اللي بيبدا معاك هنا مين؟ زي ما احنا اتكلمنا، الحد اللي هو عايز يفتح مشروع بس يكون راس ماله صغير، حد عنده هدف، حد مش شرط مشروع، ممكن حد عايز يجيب شقه، ممكن حد عايز يجيب عربيه، ممكن حد عايز يخطب، حد عايز يتجوز، حد عايز مثلا يساعد والده ووالدته في مصاريف البيت، حد عايز يصرف على تعليمه، ايا مكان. يعني كل واحد له هدف مختلف عن التاني. تمام. طيب يبقى قلنا في الاول ببدا ان انا اتعلم واتدرب وابدا اتعلم ازاي اعرض فرصه شغلي على اصحابي ومعارفي وقرايبي.
طيب هي دي طريقه الشغل، هما حاجتين بنعملهم. الشغل بتاعنا 4 ساعات، بنعمل حاجتين في الاربع ساعات. اول حاجه ان انا ببدا اتعلم ازاي احط شويه بوستس على الفيسبوك. طيب كوتش انا ما عنديش خبره في السوشيال ميديا، فاقول لك انا مش محتاجه اصلا يكون عندك خبره في السوشيال ميديا. تمام؟ ليه؟ لان انا اللي بعلمك وبدربك ازاي تشتغل. تمام؟ انا بس الاضاءه حاسه ايوه زغلله شويه. طيب فمش محتاجه يكون عندك خبره، لان انا اللي هعلمك وادربك ازاي تشتغل. تمام كده؟ طيب هعلمك ازاي تحط بوست على الفيسبوك. احنا بناخد اصلا تدريب اسمه السوشيال ميديا. تمام؟ وانا اللي بديه. فانت بتتعلم ازاي تحط بوست على الفيسبوك، ازاي اكلم حد قريب، ازاي اكلم حد بعيد، ازاي مثلا اعرض فرصه شغلي على حد اعرفه، ازاي اعرض فرصه شغلي على حد انا اصلا ما اعرفوش خالص وهو ما يعرفش اي حاجه عن الشغلانه بتاعتك. تمام؟ كل ده مش دورك خالص، كل ده دوري انا اللي هبدا اعلمك وادربك الكلام ده كله. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الارباح دي بتيجي بناء على ايه؟ او الشيكات بتاعتي بطلع بناء على ايه؟ بتطلع بناء على ايه؟ بتطلع بناء ان انت عملت زي ما انت عملت في الاول بالظبط. انت ايه اللي حصل لما انت بدات؟ ايه اللي حصل لما انت بدات ان انت اشتريت باقه؟ فنفس الفكره لما تبدا تعرض فرصه الشغل على اصحابك ومعارفك وقرايبك بعد ما تتعلم، بعد اول اسبوع. يعني دايما بتكلم ان ممنوع اي حد يروح يشتغل اول ما يدخل الشغل او اول ما يتعرض عليه فرصه. ليه؟ لانك انت دلوقتي لسه لا اتعلمت ولا اتدربت ولا خدت معلومات كفايه تروح ان انت تشتغل كده. طيب بعد كده لما ابدا اعرض فرصه شغلي بقى على اصحابي ومعارفي وقرايبي، هيبدا منهم ناس. طب هيبداوا ازاي؟ وهم كمان هيشتروا باقه زي ما انت اشتريت باقه، فهتبدا تتعلم ازاي ابيع باقات. تمام كده؟ طيب وزي ما اتكلمنا ان ده دوري انا مش دورك انت. بس فهنبدا نتعلم ازاي نبيع باقه. تمام؟ وبعد كده نفس الفكره اللي هيبدا معاك هو كمان هيبدا يتعلم ازاي هو كمان يبيع باقه. تمام؟ يبقى انت لما بدات اشتريت باقه، وبعد كده هنبدا نتعلم ازاي نسوق بقى الباقه دي، او ازاي نبدا نشتغل ان اللي يبدا معانا هو كمان يشتري باقه. طيب يعني هتقول لي يعني يا كوتش دلوقتي يعني انا هبدا اشتري باقه، يعني انا مش هبيع منتجات؟ هتيجي تقول لي مش هبيع منتج، يعني انا يا كوتش مش هبيع لبس؟ اقول لك هتبيع لبس وهتبيع منتج وكل حاجه، بس انت بتبيع هنا عن طريق الباقه مش عن طريق القطعه. طب ليه عن طريق الباقه مش عن طريق القطعه؟ اقول لكم برضو الميزه. يعني انا دايما كل حاجه بحب اوضح هي ليه، عشان تبقى عارف عن اقتناعي. طيب ليه هبيع بالباقه مش هبيع بالقطعه؟ لان القطعه موجوده وكل حاجه، بس الفكره ان مكسبها قليل جدا. مكسبها قليل ازاي؟ ان انا مثلا دلوقتي لو انا عندي قطعه ب 500 جنيه، تمام؟ فانا اخدت مثلا خصم من الشركه 20%. طيب يبقى معنى كده ان انا هاخد على القطعه ام 500 جنيه 100 جنيه. تمام كده؟ طيب تعالى نشوف بقى لو انت بعت باقه. انت دلوقتي لو عندك حاجه بتكسبك جنيه وحاجه بتكسبك 1000 جنيه، تعالوا نفكر كده بالعقل، هنشتغل في انهي حاجه؟ اكيد هنشتغل في اللي بتكسبنا 1000. تمام؟ دي نفس الفكره. انا لو بعت قطعه كسبت 100 جنيه، طب لو بعت باقه كسبت 1000 جنيه. طب لو بعت باقتين، انت عايز دلوقتي مثلا عبد الله مثلا عايز يعمل 3000 جنيه. تمام؟ طب عشان يعمل 3000 جنيه يبقى هو كده محتاجين ان هو يبيع 30 قطعه، لان هو هيكسب في القطعه 100 جنيه. تمام؟ طيب يبقى هيبيع 30 قطعه عشان يكسب 3000. طب لو باع باقه، لا لو باع باقه الوضع مختلف. لو باع باقه لو باع باقتين، خلينا نتكلم على الباقتين عشان نتكلم على نفس ال 3000. لو باع باقتين بقى هو مش هيعمل 3000 لا خالص، لو باع باقتين هيعمل 4200. تمام؟ طيب ايه الاسهل؟ ان انا اتعامل مع 30 فرض ان هم كلهم 30 يشتروا، ولا ان انا ابيع باقتين اتعامل مع 2 بس واعمل 4000 جنيه كمان عملت اكتر؟ يبقى اكيد الاسهل ان انا ابيع باقتين علشان اعمل فلوس اكتر، وفي نفس الوقت اسهل. بدل ما اكلم 30 اكلم 2. تمام؟ طيب لو انا دلوقتي برضو رايح كنتاكي، هل لما بدخل كنتاكي بقول له انا عايز مثلا دبوس او انا عايز ربع فرخه؟ طب لما بروح كنتاكي بجيب ايه؟ بختار وجبه من الوجبات المطلوبه، بختار وجبه صح كده؟ الوجبه دي هي بقى شامله اللي انت عايزه. تمام؟ فيها مثلا فرايز، فيها الفراخ، فيها اي حاجه بقى انت عايزها ايا ما كانت الوجبه ايه او من اي مكان. تمام؟ طيب دي نفس الفكره بالظبط. يبقى انا هنا مش ببيع بالقطعه. تمام؟ انا هنا ببيع بالباقه زي ما كنتاكي بيبيع مثلا بالوجبه. وضحت كده؟ طيب
الشغل هنا يبقى قلنا الشغل هنا عن طريق بيع الباقات. تمام. عملنا مكرونه طيب برضو عايزه اقول لكم على حاجه ثانيه. تمام. ايه الميزه او ايه الميزه برضو زي ما كنت بقول لكم دلوقتي، لما تكون عايز تعرف حاجه اعرف الميزه بتاعتها ايه. ايه الميزه؟ الميزه هنا ان انت لو بعت لك 8 باقات انت عملت لك 35,000 جنيه. طب علشان تعملهم بقى هناك تمام فالدنيا بتبقى اكتر كتير قوي. لا يا عم ايه السبب؟ ايه السبب ان انا كمان ابيع باقه مش ابيع بالقطع؟ او ده الاهم جدا 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 كمان من المكسب ده. تمام. ان انا دلوقتي لو انت دلوقتي رحت اشتريت مثلا قميص او اشتريت مثلا بليزر تمام ومشيت تمام، فانت علاقتك كده بصاحب المكان ده انتهت. رحت اشتريت مثلا موبايل، فانت لما اشتريت موبايل دفعت فلوس لصاحب المحل ومشيت. تمام. خلاص كده انت اشتريت كده دي القطعه، ده نظام القطع زي الحاجه اللي انت بتروح تشتريها من المحل وتمشي. طب لو انا اشتريت بالباقه لا، علاقتك بيا بتبدا. يبقى علاقتك بيا بتبدا مجرد الشراء بتاعك للباقه، علاقتك بيا بتبدا وبنفضل نشتغل مع بعض على طول حياتك. تمام. انت بتشتري مره واحده في العمر، بتفضل بعد كده على طول تبيع وتكسب معايا طول ما انت موجود. طيب باقي الباقه كمان بيسهل الناس تنضم معانا. ليه؟ لان ناس كتير جدا جدا هي عايزه تفتح مشاريع، مش انت لوحدك زي ما كنا بنتكلم، فناس كتير بتبقى عايزه تفتح مشاريع. طيب ايه الميزه كمان؟ ان هي الباقه بتاثر عمرك في الشغل. ليه بتاثر عمري في الشغل؟ يعني انا دلوقتي لو واحد عايز اعمل مثلا اول هدف عندي او اول مثلا هدفين مع بعض، الهدفين دول ب1,000,000 جنيه. طب عشان اعمل الهدف ده من بره في الشغل الطبيعي فاكيد ان هقعد اشتغل فتره كبيره قوي. طيب علشان اعمل الاهداف دي من هنا او اعمل ال1,000,000 جنيه دي من هنا، ايه اللي هيحصل؟ ممكن مثلا لو انت حد جدي تعرف تعمل ال1,000,000 جنيه دي خلال سنتين. لو انت حد يعني مثلا هتتدلع شويه نقدر نقول هتعمله من 2 ل3 على حسب جديتك انت بالشغل. تمام. طيب هتيجي تقول لي كوتش انت عملت كده، هقول لك انا في الشغلانه زي ما قلت لك بقالي 10 سنين. انا اول 1,000,000 عملته بعد 4 سنين من الشغل. تمام. فاللي انا عملته اعرف اعلمك كمان تعمله. على فكره الموضوع مش اللي هو كتير قوي. يعني مثلا لو عندك في الفريق بتاعك 1000 واحد، لا استنوا مش 1000 800. انت لو عندك في الفريق بتاعك 800 حصل في الفريق بتاعك 800 بيعه 800 باقه، انت عملت اول 200 جنيه. يعني معنى كده انا والفريق بتاعي بمجرد ما هنبيع اول 800 باقه انت كده عملت اول 1,000,000 ليك. تمام. فعشان كده بقول لكم عادي جدا انك تعرف تعملها في سنتين واقل كمان لو انت اشتغلت الشغل ده زي الوظيفه. ازاي زي الوظيفه؟ ان انا يعني الشغل بتاعنا فيه ميزتين، يعني في ناس بتشوفها ميزه انا بشوفها عيب. تمام. ايه الميزه؟ الميزه ان في ناس ما بتبقاش حابه عليها مدير، ودي ميزه جامده جدا جدا في الشغل بتاعنا. انا مش حابه عليا مدير ولا حد يقول لي انت رحتي امتى ولا انت جيتي امتى، علشان اشتغل براحتي وقت ما انا عايزه اشتغل. طبعا دي ميزه حلوه جدا، بس في نفس الوقت بتخلي بعض الناس تبقى بتستهتر بالشغل. احنا الشغل بتاعنا 4-5 ساعات في اليوم، فبدل مثلا 4-5 ساعات فانا يا كوتش ممكن النهارده مثلا اخده اجازه. طيب خلاص تمام عادي خد اجازه، انا نفسي باخد اجازه. طب يا كوتش بكره انا رايح مش عارفه عيد ميلاد واحد صاحبي، طيب بعده مش عارفه رايح خطوبه مش عارفه مين. فتلاقي الاسبوع كله جه اخر الاسبوع يوم الخميس يوم الاب كوتش انا ما عملتش شيك الاسبوع ده. طيب انت اشتغلت كام يوم؟ اشتغلت يومين. طبيعي جدا مش هتعمل شيك. واصله؟ فعلشان كده بقول الناس الجديه بتعرف تعمل مليون في سنتين. الناس اللي هي ما بتبقاش شغاله كل يوم الشغل بتاعنا، عشان كده بقول لك اعتبر الشغل بتاعنا ده زي الوظيفه علشان تعرف تعمل منه فلوس. تمام يا عم بسيط، هنعوض يا عم هنعوض سهل. يبقى قلنا اللي بياخد الشغل بتاعنا ده بجديه هو اللي بيعرف يعمل منه فلوس. يبقى قلنا احنا محتاج تبيع 800 باقه انت والفريق بتاعك علشان تعرف تعمل اول مليون. حته الفريق كمان دي بتسهل الدنيا قوي. ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي الشغل بتاعنا هو 4 ساعات. الميزه كمان عن اللي بيشتري قطع الشغل بتاعنا 4 ساعات. طيب ال4 ساعات دول لو انا شغال لوحدي اشتغلت 4 ساعات. تمام. طب لو انا معايا مثلا في الفريق بتاعي 10، طب لو معايا 10 بس في الفريق بتاعي بقى اليوم بتاعي محسوب عليا ب 40 ساعه شغل. ده لو 10 بس. طب لو 100، طب لو 200، طب لو 500، ما هي بتكبر بقى. يعني ما هم ال8 اللي اشتروا باقه مش اشتروا باقه علشان بيجاملوا مثلا دينا، لا خالص.
ولا بيجاملوا يوسف ولا بيجاملوا ابتسام ولا بيجاملوا ريم، لا خالص. اللي داخل شاري باقه شاري باقه عشان هو كمان عنده هدف، وهو كمان عنده اهداف عايز يحققها. فطبيعي جدا لما انت تدخل اتعلمت واشتغلت عشان انت عندك اهداف وعايز تعمل فلوس، اللي بعدك هو نفس الفكره، هو كمان هيدخل يشتغل وهيتعلم عشان هو كمان عنده اهداف. يبقى عرفنا الشغل بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بنبدا الاول نتعلم ونتدرب ونبدا نسوق باقات لناس ثانيه. طيب يا كوتش، هو في حاجه غير تسويق الباقات نعرف نشتغل فيها؟ اقول لك احنا قلنا بيع القطعه هو بيعمل فلوس قليله، تمام كده؟ بيع القطعه بيعمل فلوس قليله. طيب دي اصلا بسوق، هقول لكم برضو الحته دي علشان تبقوا عارفينها. انا كشركه دلوقتي، تمام، انا كشركه، انا بتكلم انا كدينا باسم الشركه، انا كشركه، تمام، عامله مثلا مثلا موبايل جديد، تمام، عامله موبايل جديد. طيب الموبايل ده علشان الناس تبدا تعرفه ويبدا ينتشر، هبدا اعمل ايه؟ هبدا اجيب مطرب او ممثل مشهور يبدا يعمل لي اعلان للموبايل. اجيب مثلا محمد صلاح، اجيب عمرو دياب، اجيب اي حد يبدا يعمل لي اعلان للموبايل عشان الناس تبدا تتكلم مثلا بعمرو دياب عامل اعلان موبايل كذا، او محمد صلاح عامل اعلان موبايل كذا، تمام. فالناس هتبدا تشتري المنتج او الموبايل علشان مين اللي عمل الاعلان بتاعه، تمام. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده الشركه دلوقتي صرفت كتير جدا جدا في الاعلانات عشان اجيب عمرو دياب او اجيب محمد صلاح او اجيب مطرب او ممثل مشهور، بصرف ملايين. بعد كده بيبقى في عندي تاجر جمله، بعد كده بيبقى في تاجر تجزئه، بعد كده بيبقى في مندوب او موزع، وساعات حاجات ما بتحتاجش. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا انا المنتج بيطلع من المصنع عشان انا اللي بصنع، المنتج بيطلع من المصنع في الوكيل على طول ليك على طول، تمام. طيب المصاريف اللي انا كنت بصرفها في النص اللي هو الجمله والتجزئه والدعايه والكلام ده كله، لا خلاص انا وفرتها ما بقتش بصرفها، تمام. ليه؟ علشان انت السبب في بيع المنتج، دينا اللي خلت يوسف يشتري الموبايل، تمام كده. فبدل ما انا كنت بصرف في دعايه وتلفزيون وجمله وتجزئه مثلا، لو انا مكلفه الموبايل ده 1000 جنيه، اما بوصل بعد المصاريف دي كلها ممكن يوصل 2000 واكتر. طب لما انا الغيت الكلام ده كله، هل سعر الموبايل هيقل؟ لا، سعر الموبايل هيفضل زي ما هو 2000. طيب الفرق اللي راح في النص ده انا اديته لدينا عموله علشان هي خلت يوسف يشتري المنتج، تمام كده، او اديته مثلا لابتسام عشان هي خلت عبير تشتري المنتج، تمام. يبقى حضرتك بتقوم بدور الدعايه والجمله والتجزئه والكلام ده كله، واللي انا كنت بصرفه في النص في الكلام ده كله على ما المنتج يوصل للوكيل بقيت بديهولك انت عشان انت سبب في بيع المنتج. يعني انا بشتغل ايه دلوقتي؟ بشتغل دلوقتي وكيل للشركه وبسوق للمنتجات بتاعت الشركه او للباقات بتاعت الشركه بمعنى اصح بالطريقه اللي انا بعلمها لك، وده دوري ومسؤوليتي انا، تمام، مش مسؤوليتك خالص. طيب طبعا هقول لكم برضو نفس الفكره، ان مش كل الناس بتنجح في الشغل بتاعنا. اللي بينجح في الشغل بتاعنا الحد الجدي اللي هو عايز يعمل فلوس، تمام. يعني مثلا دلوقتي انت رايح تلعب بلاي ستيشن، فقعدت لك مثلا ساعتين 3 4، مش هتلاقي حد يقول لك يلا قوم عشان انت عندك شغل، يلا ميعاد الشغل بتاعك دلوقتي حالا، لا مش هتلاقي الكلام ده خالص. انت اللي لازم تكون عايز تقوم، وانت اللي لازم تكون عارف اهدافك علشان تعرف تعمل منها فلوس، تعرف تعمل من الشغل ده فلوس. علشان كده انا كنت بقول لكم الشغل بتاعنا فيه عيب وميزه. الميزه ان انت مالكش مدير، العيب ان الناس بتتدلع شويه في المواعيد بتاعه الشغل. بس طبعا مشروعنا زي اي مشروع في الدنيا لازم تشتغل فيه كويس جدا، ولازم تتحكم في نفسك علشان تعرف تعمل منه فلوس. حاجه تانية برضو عايزه اتكلم فيها، ان اي مشروع في الدنيا له راس مال وله مكان، لازم يبقى فيه راس مال كبير، لازم محتاج ان انا يكون عندي مكان وتجهيزات وتشطيبات الديكوريشن والكلام ده كله، انت هنا بتوفر ده كله. لازم يكون في خبره، انت هنا مش محتاج خبره لانك انت هتشتغل بخبرتي انا مش بخبرتك انت، تمام. مفيش هنا اي خساره زي اي مشروع تقليدي ممكن يتفتح في الاول، بيبقى لسه محتاج وقت علشان الناس تعرفه ويتشهر ويبقى له زبون زي ما بيقولوا. فانت هنا مش محتاج الكلام ده كله. ليه مش محتاج الكلام ده كله؟ لانك انت بتشتغل بالخبره بتاعتي. خلي بالك الشارع ده عاد ما بتمشيش منه، خلي بالك في هنا حفره بلاش تمشي من هنا. هي ده كل الفكره، زي ما احنا اتكلمنا مفيش مدير بس في كوتش، هو كل دوره الكوتش ان هو بيديك الخبره بتاعته. طيب يبقى قلنا لازم انا اتحكم في نفسي علشان اهدافي وعلشان اعرف اعمل فلوس من الشغل ده.
لازم يبقى عندي اراده قويه عشان اعرف اعمل ده. طب هل الاراده لوحدها هي اللي ممكن تعمل فلوس؟ لا خالص طبعا، الاراده لوحدها ما بتعملش فلوس، اكيد لا. لازم تشتغل علشان تعرف تعمل فلوس، مش الاراده لوحدها اللي بتعمل فلوس. طب لو انا عندي اراده وما اشتغلتش يبقى ايه لازمه ان انا عندي اراده؟ ما هو اصلا ما فيش شغل. تمام، يبقى الاراده مع الشغل طبعا، اللي زي ما احنا قلنا 4 ساعات في اليوم، والميزه ان انت بتشتغل في اي وقت انت بيناسبك انت بتكون فاضي فيه. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه لو انت شخص دلوقتي مثلا موظف، تمام، او لو انت شخص عندك مشروع او ايا مكان، يعني احنا دايما بنقول ان الناس تقسم 97% 3%، صح كده؟ مين ال 97%؟ الناس اللي هي محدوده الدخل، اللي هي الموظف صاحب مشروع، الموظف اللي هو صاحب المشروع، تمام. الناس دي كلها، او انا برضو نفس الكلام كنت كده قبل ما ابدا، كنا من 97%، كنت من 97%، تمام. طيب علشان اتنقل لل 3%، طيب مين ال 3%؟ ال 3% الناس اللي هي دخلها عالي والناس اللي هي رجال الاعمال، تمام كده. طيب علشان نتنقل بقى لل 3%، او عشان تتحول من ال 97 لل 3%، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي كل الناس اللي حواليك كله بيتشقلب، كله بيتقلب ضدك. بعد ما كان كله معاك واصحابه كويسين جدا، بمجرد ما بتتكلم عن الموضوع ده بتلاقي كله اتشقلب وكله قلب ضدك. طب هل معنى كده ان الشغل ده وحش؟ لا خالص. اغنى اغنياء العالم عملوا الثروه بتاعتهم من التجاره الالكترونيه. يعني ايه؟ يعني احنا ما نقدرش دلوقتي نقول ان الشغل ده ما بيعملش فلوس، لا خالص. ما نقدرش نقول ان مثلا الشغل بتاعنا ده مش بيعمل مكسب، او المكسب بتاعه قليل، او ما تعرفش تعمل منه زي ما انا بقول لك مثلا مليون جنيه في سنتين 3. لا، ما نقدرش نقول ده، لان في ناس كتير جدا جدا عملت ده، انا عملت ده، وفي ناس كتير جدا عملت ده، تمام. ده موجود. لكن وما نقدرش برضو نقول ان ده مش اقرب طريق دلوقتي تعرف تعمل منه الاهداف بتاعتك. او لو عايز اعمل دلوقتي المليون، ما فيش اقرب طريق اعرف اعملها منه التجاره الالكترونيه، تمام. طيب سواء بدات ب 12 سواء بدات ب 25، كده هتقابل سلبيات وكده هتقابل سلبيات، تمام. يعني انا كنت بتكلم مع حد امبارح بقول له نفس الكلام ده، فلقيته النهارده الصبح بيكلمني بيقول لي كوتش انا قعدت بالليل مع اصحابي وبتكلم معاهم والدنيا اتقلبت عليا، وافتكرت كلامك وانت بتقولي لي كله هيتقلب. فنفس الفكره، مفيش حد هيشجعك، تمام. ليه محدش هيشجعك؟ لان الاغلبيه اللي انت بتتكلم معاهم، يعني تعالى نبص كده، اصحابك مثلا اللي هم بيقعدوا يقولوا لك كلام سلبي، كام واحد فيهم هو عمل مليون جنيه؟ هتلاقي قليل قوي او مفيش، صح كده؟ فنفس الفكره لما تيجي دلوقتي تتكلم معاهم، طب ما هم اصلا ما عملوش ده او ما شافوش حد بيعمل ده، فلما تيجي تتكلم عليهم فطبيعي كده هيقول لك ده نصب، ما كانش حد غلب، كان زمان الناس كلها اشتغلت الشغلانه دي. الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه اول ما بيتعرض علينا الشغل. انا كنت واحده من الناس تعرضت لنفس الكلام، مش انتوا بس، يعني انا كنت واحده من الناس اول ما اتعرض عليا الشغل ده قابلت سلبيات فوق ما تتخيلوا ومن اقرب ناس ليا، تمام. بس هي الفكره ان انا ما سمعتش كلام حد، لان انا كنت شايفه ناس نجحت في الشغلانه وانا كمان كنت عايزه انجح. واللي كان مطمني قوي ان في ناس منها عملت منها فلوس كويسه جدا، واللي طمني اكتر ان في حاجه اسمها كوتش هو يبقى معايا وبيعلمني وبيدربني وهيخليني اعمل فلوس. بس هي الفكره عشان تطمن، بص على حياه الشخص اللي هو بيقول لك الكلام السلبي ده، هل هو عمل نفس اللي انت عايز تعمله ولا ما عملوش؟ طب هو لو عمله امشي وراه، طب لو ما عملوش محتاج امشي ورا اللي عمله، تمام. اكيد يبقى غباء من دينا لما واحد يقول لها كلام سلبي وهو اصلا ما عملش اللي عايز تعمله. طب ازاي انا همشي وراه وهو ما عملش اللي انا عايز اعمله؟ انا همشي ورا مين؟ ورا اللي عمل الكلام ده، عشان هو الوحيد اللي هيعرف يخليني اعمل اللي انا عايزاه، لانه عمله قبلي. طيب هتلاقي احنا عندنا الباقات مختلفه. هقول لكم برضو على انواع الباقات بسرعه. عندنا الباقات مختلفه، عندنا باقات زي ما قلت لكم ب 12، عندنا باقات ب 25. طيب علشان كانت ناس بعد بتسالني قبل اللايف وقلت لهم هقول في اللايف الباقه ام 25 بتدي ايه؟ الباقه ام 25 انا عايزه بقى يعني لو شركاء موجودين معانا اي حد يكتب في الكومنتات المحتويات بتاعت الباقه. الباقه ام 25 بتدي 7000 جنيه منتجات، تمام. ال 7000 جنيه منهم 6 ملابس، تمام. بتدي 6 ملابس. لا الباقه ام 22 يا كوتش ابتسام، بتدي ب 6000 جنيه ملابس، وبتدي ب 1000 جنيه منتجات تغذيه اللي هي النوتريشن، اللي هي بتاعه التخسيس والنحافه والكلام ده كله، تمام.
بتدي ب 1000 جنيه. بتدي ايه تاني؟ بتديك 60 كوبون. طب ال 60 كوبون دول ايه؟ 60 كوبون، ال 60 كوبون دول بتديك خصومات. 60 كوبون قيمه ال 60 كوبون دول 25000 جنيه. تمام؟ طيب يعني انت دخلت بباقه 25، انت اصلا خدت كوبونات ب 25. ليه؟ هل دلوقتي احنا مثلا بنشتري لبس وما عدناش بنشتري تاني؟ اكيد لا، اكيد لا، لان انت في الصيف بنشتري لبس، في الشتاء بنشتري لبس، في العيد بنشتري، في العيد الصغير بنشتري، في العيد الكبير بنشتري، من غير مناسبه بنشتري. تمام؟ عندك اي مناسبه بتشتري، فبنفضل نشتري لبس طول عمرنا، ولادك بيكبروا وانت نفسك كمان بتشتري لنفسك. فدي نفس الفكره، كل ما بتيجي تشتري لبس بعد كده من كيان بيبقى ليك خصومات، فبتاخد 60 كوبون. ال 60 كوبون دول بيدوك خصومات 25000، ودول مدى الحياه مش محددين بمده معينه، يعني هتفضل على طول كل ما تشتري لبس تاخد خصم. يبقى بتاخد ب 7000 جنيه منتجات، وبتاخد خصومات 25000 جنيه، وبتاخد كمان كورس. تمام؟ الكورس ده سعره 4000 جنيه، فبتاخد كمان كورس في رياده الاعمال او انجليزي زي ما تحب. الكورس ده ثمنه 4000 جنيه. طيب بتاخد ايه تاني؟ بتاخد كمان 1500 دول بيبقوا راجعين لك كاش باك. احنا دايما بنسميه شيك تحفيزي، ان انت اول ما بتدخل بتقبض على طول 1500. فانت لو جيت تبص تلاقيها هي اصلا يمين شمال مش خسرانه، مفيش اي خساره معاها. تمام؟ بل بالعكس، الشركه خليتك وكيل ليها، انت بقيت وكيل للشركه، فتحت لك ويب سايت باسمك، اديتك منتجات بالفلوس اللي انت دفعتها، كده كده مش خسران حاجه. وكمان كارت التامين الصحي ما تنسوش كلنا بنحتاجه. اديتك الكورس، اديتك خصومات تستخدمها مدى الحياه. فزي ما قلت لكم تجيبها يمين شمال هي كده كده مش خسرانه، مفيش اي خساره. تمام؟ سواء كانت الباقه ام 25 او الباقه ام 12. طيب ليه انا بتكلم على ال 25 ايه او ميزه الباقه ال 25؟ ميزه الباقه ال 25 ان انت دلوقتي اول 8 باقات انت بتبيعهم انت خدت عموله 35000 جنيه. تمام؟ طيب بعد كده الثمانيه دول هل هم داخلين دفعوا فلوس علشان بيجاملوك، ولا هم دفعوا فلوس علشان هم كمان عندهم اهداف؟ نفس الفكره، هم كمان دفعوا فلوس عشان عندهم اهداف. فبنبدا بعد كده انت بتكون اتعلمت، فبنبدا انا وانت نعلمهم. تمام؟ فلما بيتعلموا بيفضلوا يعملوا نفس اللي انت بتعمله. طيب خليك تعالى نحسبها انا وانت. خليك انت بعت ال8 باقات دول اللي هم اول 8 باقات في شهرين، يعني كل اسبوع. خليك حد بتدلع جدا. تمام؟ خليك حد بتدلع قوي، وبعت ال8 باقات دول في شهرين، يعني كل اسبوع بعت باقه واحده. يعني بيعمل كده بيبقى حد انا بقول عليه بتدلع جدا. فخليك كده، خليك بتدلع، وبعت كل اسبوع باقه واحده، يعني دخلت مشروع ب 25000 على مدار شهرين، عملت منه 35000 جنيه. زي ما كنت بتكلم الوقت ده لو انت حد ايه بتدلع مش بتشتغل على طول يعني. طيب يبقى انت كده دلوقتي اول 8 عملت ال 35000 في شهرين. طيب ايه المشروع دلوقتي اللي انتوا شايفينه بره كيان اصلا في البلد اقدر افتحه دلوقتي براس مال 25000 جنيه؟ ده رقم واحد. وايه المشروع اللي اقدر ابداه بقى براس المال ده يعمل لي في خلال شهرين 35000 جنيه؟ اعتقد مفيش خالص الكلام ده دلوقتي موجود. تمام؟ فدي نفس الفكره. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان الثمانيه اللي بداوا دول هما كمان بيبداوا يتعلموا ويتدربوا زي ما كنا بنتكلم. خليهم عملوا نفس اللي انت عملته، كل واحد فيهم بعد 8 باقات وضعف المده. يعني انت مثلا عملت 8 باقات في شهرين، خليهم هم حد عملهم في وقت اقل شويه. تمام؟ اقل كتير كمان. خليك انت عملتهم في شهرين، خليهم هم عملوهم مثلا في 8 شهور، سوري في 4 شهور، في 4 ضعف المده في 4 شهور. طب لو هم كمان عملوا كل واحد 8 باقات في 4 شهور في ضعف المده بتاعتك، انت كده عملت لك 230000. طب تعالى بقى نحسبها. انت كنت عملت اصلا من اول 8 باقات بعتهم 35000 جنيه زي ما اتكلمنا في شهرين. طيب هم عملوا ضعف المده بتاعتك، يعني في 4 شهور هم عملوا كل واحد 8 باقات. طيب لما هم كده عملوا 8 باقات انت كسبت 230000. طب وهم كل واحد نفس الكلام ال 35000. طيب يعني معنى كده انك دخلت مشروع ب 35000 جنيه، خلال 6 شهور عملت منه 265000 جنيه. اعرف احط لك خطه لده، واللي انا بقوله ده ناس كتير جدا جدا عملته. مش انا بقول لك على حاجه محدش عملها، لا بالعكس، ناس كتير جدا جدا غيري عملت اللي انا بقول لك عليه ده. فاقدر احط لك خطه ونقدر نمشي في الكلام ده.
لو هتكون برضو نفس الكلام حد ملتزم. هتقولي طب يا كوتش في حد دخل وما عملش فلوس؟ هقول لك اه طبعا. اه طبعا في ناس دخلت وما عملتش فلوس. ليه؟ لانها ما اشتغلتش وما اتعلمتش وما اتدربتش. وده انا دايما بقول لو انت حد مش جدي وحد انت ناوي انك تدخل وما تشتغلش او تتدلع في الشغل، ما تبداش اصلا. ما تبداش اصلا. يعني انا اللي بقول لك كده، ما تبداش ولا تكلمني ولا تكلم حد من فريق. تمام؟ ليه؟ لان انا عايزه الناس اللي تبدا معايا تبقى ناس جديه، هي اصلا عايزه تعمل فلوس. تمام؟ فانا اللي بساعدك تعرف تعمل ده، لان الشغل بتاعنا بيغير حياه اي حد. انا صعب جدا 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 اغير حياتك لو انت نفسك مش عايز تغير حياتك. ما انا مش هعرف اساعدك لو انت نفسك مش عايز تساعد نفسك. تمام؟ طيب ببساطه شديده جدا كل اللي انت كنت بتعمله بره في سنين انت تعرف تعمله عندي في اسبوع، تعرف تعمله عندي في يوم. انت في ناس هتلاقيها بتاخد مثلا في الشهر مرتب 3000 جنيه، مش في ناس بتاخد ده 3000 جنيه في الشهر؟ طيب 3000 جنيه في الشهر، انا بقول لك هنا لو انت بعت باقتين 2 عملت لك في الاسبوع 4000 جنيه. ده لو انت لوحدك. طب ما بالك بقى لو معاك فريق وهو كمان شغال زيك؟ يبقى قلنا باقي الباقتين بيعمل 4000، ولو معايا فريق شغال يعني تعالوا نتخيلها. انا كنت بحسبها دلوقتي بس مش عارفه يعني كده الكلام مقلوب ولا لا. انا عايزه حد يقول لي كده الكلام مقلوب ولا لا. يعني انا كنت بحسبها قبل اللايف ان مثلا هنا بدات دينا. تمام؟ لما انا بدات كده دينا وعملت مبيعتين هنا في الشهر ده الاسبوع ده، وعملت مبيعتين الاسبوع ده. تمام؟ فانا كنت بحسبها كام؟ لقيتني بالظبط اخد 12600. يعني لو انت عملت لك 4 مبيعات، انا بس بعرفكم ان حته ان انا اعمل 10 في الاسبوع سهله جدا. يعني لو انت لوحدك عملت 4 مبيعات في الاسبوع عملت لك 12600 جنيه. تمام؟ طب معنى كده ان انا لو معايا فريق يعني لوحدك عملت 4 عملت 12600. طب معنى كده بقى لو معايا فريق 10 يبقى سهل جدا جدا انك تعمل في الاسبوع ال 20 وال 30 اللي كنا بنتكلم عليها. وصلت لكم الحته دي؟ يبقى سهل جدا لو انا لوحدي عملت 12600. يبقى سهل جدا لو انا معايا 3 4 5 مش 10 حتى ان انا اوصل في الاسبوع لل 20 وال 30. هل ده بيجي بسرعه؟ قلنا لا، مش بيجي بسرعه. تمام؟ بيجي بالتدريج. انت الاول بتتعلم وبعدين بتتدرب وبعدين بتبدا تدخل ورش تدريبيه معايا، تتعلم معايا الاول قبل ما تروح تشتغل مع اي حد عشان اتاكد ان انت شغال صح. تمام؟ يعني الفلوس اللي انت بتعرف تعملها بره في سنين هتعرف تعملها عندي هنا في اسبوع. تمام؟ بس الميزه هنا حاجه جامده جدا ان انت هنا لا في مكتب بتروحه لو انت مثلا محامي، ولا في صيدليه، ولا في مثلا شغل بس الصبح كل يوم اروح الشغل بدري عشان اروح الشغل. تمام؟ دي ميزه التجاره الالكترونيه. ميزه التجاره الالكترونيه ان انت بتشتغل من مكانك، قاعدين في كافيه زي كده شغال. لو انا في عربيتي بعمل لايف، لو انت راكب في اي مواصلات. تمام؟ تعرف نفس الكلام. تمسك موبايلك، انا نفس الفكره. لو انا مش رايحه بعربيتي في اي مكان وراكبه مواصلات نفس الفكره، بمسك موبايلي اقعد ابعت شويه فيديوهات، ارد على شويه رسائل. بتبقى قاعد مع اصحابك، تفتح الواتساب بتاعك وتعرف تشتغل عادي، تبعت شويه فيديوهات وفي نفس الوقت انت قاعد معاهم. ما بتبقاش القعده بتاعتكم متاثره بحاجه لان انت في ايدك موبايلك وكل اللي انت بتعمله ان انت بتبعت فيديو وانت قاعد مركز معاهم عادي جدا. فالفكره هنا ان انت بتعرف تعمل فلوس بسرعه دي علشان بتتعب. طب لو ما تعبتش ما تدخلش الشغل ده لانك مش هتعرف تعمل فلوس. طيب سؤال تاني برضو كان جاي لي، الفريق. طب يا كوتش لو انا ما عرفتش اعمل فريق ايه اللي هيحصل؟ عشان لو ما عرفتش اعمل فريق مش هعرف اعمل فلوس. ده كان اعتراضي اول. انا كان عندي مشكلتين. تمام؟ اول مشكله ان انا لو ما عرفتش اعمل فريق مش هعرف اعمل فلوس، لان عشان اعمل فلوس لازم ابيع واعمل فريق. تمام؟ فلو ما عرفتش اعمل فريق. ونفس الحاجه الثانيه كان ايه؟ ان انا مش معايا فلوس ابدا. بجاز دي مشكله ناس كتير من اللي كانت على اللايف. اللي كان يا جماعه يعني الناس الموجوده دلوقتي على اللايف اللي كانت مشكلته فلوس قبل ما يبدا يكتب ان هو كانت مشكلته فلوس. يعني اللي كان معاه فلوس يكتب او ما يكتبش. اللي عايز بس اللي ما كانش معاه يكتب، يقول انا ما كانش معايا فلوس عشان ابدا المشروع بس بدات لما عرفت. انا اتعرض عليا الشغل يوم الاربعاء، بداته يوم الجمعه. ازاي؟ هقول لكم. بس خلينا الاول نخلص موضوع الفريق لان ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا جدا وكانت حاجه ارجنت، اللي هو لو انا مش هعرف اعملها خلاص يبقى انا مش هبدا. يعني انا قلت كده اللي كان بيعرض عليا الشغل قلت له انت لو ما عرفتنيش ازاي هعرف اعمل فريق؟ يبقى اصلا ملوش لازمه ان انا هبدا اعمل ايه. تمام؟ طيب
مش هعرف اعمل فريق ليه؟ انا كنت خايفه بصراحه من كذا حاجه. اول حاجه كنت خايفه ان انا ما اعرفش اشرح نفس الكلام اللي الكوتش بيقوله، تمام؟ فهو سهل لي الموضوع ده جدا، قال لي في الاول انت مش هتشرحي، انت في الاول بتشتغلي بالفيديوهات بتاعتنا زي ما انت في الاول هتبقى جديد هتشتغل بفيديوهات زي بتاعتنا زي كده. طب لو عايز اشرح لحد، الكوتش اللي بيشرح مش انت اللي بتشرح. فالحته دي طمنتني شويه. طب حاجه ثانيه، انا كحد قبل ما ابدا الشغلانه دي انا كنت شغاله مثلا من الساعه 10 الصبح للساعه 8 9 بالليل، فاللي هو اصلا ما عنديش وقت وما عنديش علاقات ان انا اكلم حد، فكانت علاقتي بكل الناس ما فيش علاقات، يا دوب يعني بروح شغلي برجع بيتي الولاد ما فيش اي وقت. طيب برضو ما عنديش علاقات وما عنديش ناس ان انا اكلمها. طب افرض ان اصحابي اللي انا قلت لهم على الشغل دول ما فيش حد بدا معايا، فنفس الفكره قال لي نفس الفكره. طيب اعتبري ان كل الناس اللي انت عارفاها ما بداوش معاكي، تمام؟ قلت له طب وبعدين لو كل الناس ما بداتش هعمل ايه؟ قال لي انا هعلمك ازاي تشتغلي على الفيسبوك، تمام؟ يعني على الفيسبوك دلوقتي 65 مليون اكونت على الفيسبوك، تمام؟ كم واحد فيهم اصلا دلوقتي عايز يفتح مشروع مش معاه؟ كم واحد عايز يعمل مشروع ب 200 300 ومش معاه؟ لما تيجي تقول له على مشروعك انت ب 25 وهيدخل نفس الدخل واكتر، تبقى بالنسبه له فرصه، تمام؟ فبدا يعرفني ان انا هبدا انزل شويه بوستات كل يوم على الفيسبوك، فهيجي لي ناس يسالوني عن المشروع، فهبدا اعرض عليهم، ابعت لهم الفيديو، وبعد كده هو الكوتش هيدخل معاهم هو يشرح لهم. بعد كده لقيت ان الدنيا بدات اقرب شويه. فهو دلوقتي حل لي مشكله العلاقات بان انا هبدا اشتغل على الفيسبوك، وهو كمان اللي هيعلمني ازاي اشتغل على الفيسبوك، ازاي احط بوست، ازاي ابعت فيديو، كل ده الكوتش هيعلمني، تمام؟ او المدرب بتاعي اللي هيعلمني ويدربني. طيب بعد كده برضو قال لي حته ما كانش في بالي قوي، ان هل دلوقتي انت الوحيده في اصحابك ومعارفك اللي عايزه تزودي دخلك؟ اكيد لا. ليه؟ لان مش انا اذكى وحدي في اصحابي ومعارفي وقرايبي، في ناس كتير قوي محتاجه تزود دخلها. بس الفكره او الغلطه اللي انا عملتها في الاول ان انا رحت عرضت الشغل على اصحابي ومعارفي وقرايبي قبل ما كنت لسه اتعلم، ما كنتش لسه اتعلمت، فطبيعي جدا رحت اتكلمت معاهم بطريقه غلط، فوصل لهم المشروع غلط، فدايما الانطباع الاول بيدوم. فلما جيت بعد كده اقول لهم قالوا لي خلاص لما تبقي تعملي فلوس وبتعالي اشرحي لنا، تمام؟ فدي نفس الفكره. علشان كده انا دايما بقعد اقول للناس اللي بتبدا معايا جديده اوعى تستعجل انك تشتغل، استعجل انك تتعلم واستعجل انك تتدرب، وبعد كده لما تتعلم ودماغك خلاص تبقى مستوعب كل حاجه وتعرف تجاوب على اي سؤال، بعد كده خلاص لما تجمع معلومات كتير قوي هتعرف بعد كده تشتغل كتير، تمام؟ طب تخيل بقى كل الناس اللي على الفيسبوك دي انت محتاج تعمل منهم تبيع منهم كام باقه، تمام؟ 8 باقات، كل اللي انت محتاجه تبيع 8 باقات من اصحابك من معارفك من الناس اللي على الفيسبوك، تمام؟ طيب اصحابي اللي كانوا بيتكلموا معايا كلام سلبي، تمام؟ برضو يعني حته الكلام السلبي طبعا انا مش ضد اصحابك او مش ضد ان انت ما تتكلمش مع اصحابك، بس الفكره في حاجه اقول لكم على حاجه، المهندس مثلا ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ المهندس حاجه حلوه جدا، تمام؟ طيب لو انا مثلا دلوقتي جيت مثلا انا بطني بتوجعني، تمام؟ وتعبانه، فانا رحت لواحد مهندس قلت له انا بطني بتوجعني عايزه حاجه للمغص، هل هيعرف يديني علاج؟ اكيد لا. طب ليه؟ مع انه حاجه كويسه جدا، علشان ده مش اختصاصه، ده مش دوره ان هو يعرف يديني علاج او هو يعرف يديني بطن بتوجعني عايزه دكتور، تمام؟ فدي نفس الفكره، انت دلوقتي رحت تتكلم مع صاحبك، تمام؟ اللي هو اصلا ما اشتغلش الشغلانه قبل كده وما عرفهاش قبل كده وما عندوش اي فكره عنها ولا اي خبره عنها، تساله عن المشروع بتاعنا، فطبيعي جدا مش هيفيدك. ومحدش بيقول ما بعرفش، الناس كلها بتفتي، يعني الناس كلها بتحب انها تطلع انها عارفه، تمام؟ فمحدش هيقول ما اعرفش. علشان كده دايما بنقول ما تاخدش بكلام اي حد بره الشغل. طب لو انا عايز اسال على اي حاجه، يعني الشخص اللي عرض عليك المشروع، تمام، هو اكتر واحد هيبقى عايز مصلحتك، وصدقني لو هو شايفك مش هتنفع والله ما هيقول لك ادخل. عارفين ليه؟ لان مش هيضيع وقته معاك. يعني لو انا شايفاك مش هتنفع ليه هضيع وقت معاك؟ طب ما انا اضيع وقتي مع حد تاني يشتغل ويتعلم ويتدرب ويعمل لي فلوس، تمام؟ فمش هضيع وقتي مع حد هو اصلا مش عايز يشتغل، لا بالعكس انا هضيع وقتي مع حد هو عايز دماغه شبه دماغي. يا جماعه انتوا بتدوروا على الشخص اللي دماغه شبه دماغكم، مش اي حد، تمام؟ دي نفس الفكره. طيب يبقى انا كده دلوقتي خلاص حكايه الفريق وحكايه العلاقات، لو طلعت عايزه علاقات ولا حاجه عشان الفيسبوك حل لي المشكله دي،
صحابي ما بدأوش، مش مشكله ما يبدأوش خالص، انا هعلمك ازاي تعمل علاقات. طب انا مش هعرف اتكلم، مش هعرف اقول اللي انت هتقوليه، لا انت هتتكلم بفيديوهاتي وهتشرح بفيديوهاتي، مش هتعرف تشرح، انا اللي بشرح في الاول. فكده دلوقتي بالنسبه لي موضوع الفريق خلاص اتحل. اتبقى بقى اهم حاجه والحاجه اللي هي مهمه جدا 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 برضو اللي هي موضوع الفلوس. خلاص انا كده خلاص بالنسبه لي خلاص انا كده عرفت ان الايه ان الشغل خلاص انا هعرف اشتغله والدنيا بالنسبه لي بقت تمام وقشطه ما فيش اي حاجه. طب موضوع الفلوس بقى، طب انا دلوقتي مش معايا فلوس عشان ابدا، طيب هعمل ايه علشان ابدا وانا مش معايا فلوس؟ ف الكوتش اللي كان بيعرض عليا الشغل قال لي كلمه خليتني افكر جامد قوي. قال لي طب دلوقتي لو انت زي ما انت بتقولي، يعني انا اول ما بدات الشغلانه دي انا كنت باخد 900 جنيه تمام، والكلام ده بقوله على الستيج في اي حته ومش بتكسف ان انا اقوله تمام. ليه؟ لان انا بعد كده انا ما استسلمتش، يعني اتكسف اقوله لو انا استسلمت وانا واقفه مكاني وبقول خلاص الحمد لله انا راضيه بالوضع ده وانا قاعده كده، لا انا ما استسلمتش، انا اشتغلت واتطورت وده اتطور طبعا واتغير، وبقيت بعرف اعمل علاقات كتير جدا، وبقيت بعرف اتكلم جدا، وبقيت بعرف اعمل علاقات مع اي حد على فكره، لان شغلنا بيغير في طريقه التفكير مش في جيبه بس، قبل ما بيغير في جيبك بيغير في دماغك. طيب نرجع لموضوع الفلوس. فقال لي طب يا دينا انت دلوقتي بتقولي ان انت بتشتغلي ب 900 جنيه وايجار شقتك في الشهر 1000 جنيه، يعني معنى كده ان كل شهر بتستلفي 1000 جنيه علشان تكملي ايجار الشقه؟ قلت له اه. قال لي طيب لغايه امتى، اسالي نفسك سؤال، لغايه امتى هتفضلي تستلفي؟ لغايه امتى هتفضلي مديونه؟ فانا بصراحه فكرت في الكلام، طيب هل الاسعار بترخص؟ انا فكرت بقى كدينا كده، هل الاسعار بترخص؟ لا الاسعار بتزيد. طيب هل العيال كل ما بيكبروا، ولادك كل ما بيكبروا مصاريفهم بتقل؟ المصاريف بتزيد اكتر، كل ما بيكبروا اكتر كل ما المصاريف بتزيد اكتر، كل سنه مصاريفهم بتزيد عن اللي قبلها تمام، واللي عنده ولاد عارف ده. طيب حتى لو انت لسه ما عندكش ولاد، ما انت لو مش خاطب عايز تخطب، ولو خاطب عايز تتجوز، ولو متجوز زي بكره يبقى عندك ولاد. فالفكره احنا كلنا محتاجين ده، بس كل واحد على حسب احتياجه. فبدات ان انا افكر في كلامه، انا فعلا لغايه امتى هفضل في الوضع ده؟ يعني انا صحيح وقتها كانت الظروف ملخبطه جدا، لان كنت بمر بظروف معينه وقتها وديون كتير قوي قوي قوي، بس انا فكرت لغايه امتى هفضل في اللي انا فيه؟ انا مش معايا فلوس، بس انا حد عنده طموح وعايز اعيش في مستوى كويس، وانا نفسي كمان عايزه اعيش في مستوى كويس، لان انا عارفه ان انا استاهل احسن من الوضع اللي انا كنت فيه كتير قوي تمام. ففكرت لغايه امتى؟ طيب لو انا فكرت ان انا افتح مشروع عادي، المشروع اللي عادي عشان افتح مشروع عادي مش اقل من 200 300 الف جنيه تمام، وفي نفس الوقت مش هيدخلي نفس الدخل اللي هو بتاعك الاسبوع 5 زي الشغل ده. طيب في نفس الوقت انا مش هعرف ان انا اتصرف في ال 200 300. طيب ايه الاسهل لي؟ ان انا دلوقتي اتصرف في 200 و300 ولا اتصرف في 25؟ انا فكرت فيها كده. وعلى فكره برضو يعني حتى اللي عايز مثلا يتجوز، طب جوازك هيكلف مثلا 400 500 الف جنيه، طيب عشان 400 مش معاك 400 500، بس الاسهل لك انك تتصرف في ال 25 ولا في 400 500؟ عايز اجيب شقه ب 500 الف جنيه مثلا، لو انا معاش الشقه دلوقتي بالسعر ده، بس خليك عايز تجيب شقه ب 500 الف، انت مش معاك ال 500 الف، بس ايه الاسهل؟ ما هو ال 25 يا جماعه اللي هيجيبوا ال 500، ما هو ال 25 اللي انا بدات فيهم او المبلغ اللي انا بدات بيه من 10 سنين هو اللي جاب لي شقتي، وهو اللي جاب لي عربيتي، وهو اللي عايشني في مستوى كويس جدا انا وولادي تمام. فالفكره في كده، اسال نفسك انا لغايه امتى هفضل في الوضع اللي انا فيه؟ لغايه امتى هقبل بالوضع اللي انا فيه؟ يعني انا دايما بتكلم في كده، او انا برضو حسبتها كده وقتها، ان لو لا قدر الله تمام والدي او والدتي محتاجين دلوقتي حالا عمليه، هقول مش معايا. انا حسبتها بقى مش كده، انا حسبتها على اولادي، ان لو لا قدر الله ابني دلوقتي حالا محتاج عمليه ومحتاج فلوس دلوقتي حالا، مش ب 25000 ب 50000 وانا مش معايا اي حاجه، هل انا هقول مش معايا ولا هل انا هتصرف علشان خاطر ولادي؟ هتصرف طبعا عشان خاطر ابني، لان ابني ده حاجه مهمه. طب ما انت دلوقتي لما بتصرف وبتبدا المشروع بتبدا ليه؟ ما انت بتبدا عشان خاطر نفسك تمام، تعيش في مستوى كويس، وعشان خاطر ولادك ما يعيشوش في نفس اللي انت عايش فيه، وعلشان خاطر ان المصاريف بتزيد والدنيا بتغلى، وانت كده كده محتاج انك انت تزود دخلك، ومحتاج ان انت تعمل فلوس، ومحتاج ان انت تعمل مشروع. طيب الاسهل دلوقتي ان انا هبدا مشروع ب 250000 او ب 25000،
يعني انا لازم اقطع اللايف، لازم اقطع كلامي. كوتش ريمون منور اللايف جدا. يعني معانا على اللايف دلوقتي كوتش ريمون نبيل. كوتش ريمون نبيل اول حد كوتش بتاعي، اول حد في اول شركه انا اشتغلت فيها من 10 سنين تقريبا. يعني انا عايزه اقول لك ان انا لسه لغايه النهارده بشتغل بتدريباتك وبتعليمك. كوتش ريمون حد ما شاء الله، يعني احنا كنا بنسميه الصقر، لان كان حد جامد جدا جدا وتعلمت منه كتير جدا، ولسه لغايه النهارده بشتغل بتعليم. منور اللايف يا كوتش. طيب نكمل. فالفكره في كده ان انت لازم بتتصرف علشان خاطر تغير حياتك وتغير حياه ولادك، وعشان انت كمان يعني تستحق تعيش عيشه احسن. تمام. طيب لو انا ما اتصرفتش خلاص تمام عادي، ما عايز تعيش في نفس المستوى مش مشكله. بس ايه المشروع دلوقتي اللي هو ممكن تبدا فيه بره ب 12,000 او ب 25,000 يدخل لك نفس الدخل اللي احنا بنتكلم عليه، او تعرف تعمل منه مثلا مليون جنيه خلال سنتين ثلاثه؟ ما اعتقدش ان في حاجه بره تقدر تعمل مليون في سنتين ثلاثه ويكون ده راس مالها. في مشاريع بتعمل كده طبعا، بس راس المال بتاعها بيبقى كبير جدا، وبتشتغل فيها عدد ساعات شغل كتيره جدا، ومحتاج تبقى متفرغ، مش تشتغل فيها مثلا 4-5 ساعات زي هنا. طيب اي حد بقى عنده سؤال ارجع للشخص اللي دعاك بعد اللايف، اللي بقى الشخص اللي بعت لك اللايف ده، لو عندك اي سؤال ارجع له وخليه يحدد لك ميعاد معايا وهجاوبك على كل اسئلتك، علشان بس وقت اللايف مش عايز اطول اكتر من كده. في برضو مفاجاه جامده جدا عايزه اقولها لكم ان شاء الله باذن الله. عندنا 23/6 مؤتمر كبير جدا هيكون هنا في اسكندريه. المؤتمر ده هيكون فيه تكريمات، فلو انت بتفكر ان انت تبدا فمن مصلحتك جدا جدا ان انت تبدا دلوقتي. ليه من مصلحتك انك انت تبدا دلوقتي؟ لان احضر المؤتمر ده وانا داخل قاعد على الكرسي، ولا احضر المؤتمر ده وانا جوه الشركه وبشتغل وبعمل فلوس ورايح انا وفريقي؟ الاحسن ان انا اروح المؤتمر ده لوحدي ولا اروح انا وفريقي؟ لسه قدامنا شهر بالظبط تقدر تبدا دلوقتي، وتقدر تتعلم وتتدرب، وبدل ما انت تبقى رايح لوحدك تبقى رايح انت وفريقك، وبدل ما انا رايح قاعد على الكرسي ابقى على الستيج بتكرم وبتاخد شهاده تقدير. فدي فرصه كويسه جدا، فرصه المؤتمر. لسه قدامنا شهر تقريبا تقدر تعمل نجاحات جامده جدا. طيب ايه الفرصه الثانيه اللي جامده برضو في ناس كتير مستنياها؟ الفرصه الثانيه ان احنا عندنا لمده 3 ايام خصومات جامده جدا على كل الباقات. الباقه ام 25 عامله 20 ونص، تمام، والباقه ام 12 عامله 11. اي حد بقى بيشوف اللايف لاول مره وعندك اي سؤال ارجع لي ابعت لي خاص وانا هجاوبك على اسئلتك. ولو اي حد دعاك في اللايف ارجع لي ان شاء الله باذن الله نتقابل في لايفات ثانيه قريب.